أنا أحمد عيسى، أكتر واحد بيكتب قصص رعب في مصر. في يوم قررت أكتب قصة مبنية على أحداث حقيقية. فتحت جوجل وفضلت أقلب صفحات كتير قوي لحد ما دخلت على صفحة شكلها غريب. كان فيها 3 كلمات بس مكتوبين بخط أحمر من غير سبب. فضلت أكررهم 7 مرات، مش بإيدي، كأني مسحور. مرة واحدة اللاب نوره فصل، الشاشة سودت، بس فجأة كلمة واحدة ظهرت باللون الأحمر. خلاص، في اللحظة دي المروحة اشتغلت لوحدها والنور جنب السرير بدأ يرمش بسرعة، وسمعت صوت خفيف جاي من الممر. ولما بصيت ورايا شفت ظل طويل بيعدي ورايا على الحيطة. في نص الليل لما الساعة عدت 3 فجأة نور السنترال اللي في وسط البلد نور واشتغل لوحده، وسمعت صرخة ست جاية من جوه. ثواني وبدأ الدخان يطلع من الشبابيك والنار مسكت في كل حاجة بسرعة. الناس كانت بتجري، بس في واحد واقف بيتفرج كأنه مستمتع وعينيه بتلمع بلون أحمر. تاني يوم الصبح ما كانش فيه أي أثر للحريق، ولا رماد ولا دخان، حتى السنترال واقف زي ما هو. بس الغريب إن الناس اللي كانت موجودة اختفوا، ولا اسم ولا صورة ولا حتى كاميرات المراقبة سجلت حاجة. كان اللي حصل ده كان حلم أو كابوس. أحمد عيسى ما صدقش اللي حصل، قرر يروح السنترال بنفسه. وهو داخل حس برعشة في جسمه، والجو بقى بارد فجأة. الريسبشن فاضي والإضاءة بتقطع وترجع. صوت خافت بيناديه من آخر الممر: أحمد تعالى! بس مفيش حد ظاهر. أحمد قرب من الصوت وفضل ماشي في الممر الضلمة. فجأة نور خافت اشتغل في أوضة على الشمال. لما بص جواها لقى صور قديمة متعلقة على الحيطان وكلها فيها وشه، صور من طفولته وأماكن عمره ما راحها. قلبه بدأ يدق بسرعة وحس كأن في حد بيتنفس وراه. أحمد رجع خطوة لورا وهو مرعوب، بس قبل ما يلحق يتحرك الصورة اللي على الحيطة بدأت تنزف دم. الدم نزل على الأرض وكتب كلمة ارجع. أحمد وقع على الأرض من الصدمة وبص على إيده لقاها متوسخة دم من غير ما يلمس حاجة. أول ما نزل أحمد يجري على سلالم العمارة حس إن الدنيا اتشقلبت. السلم بقى ما بيخلصش، بينزل وبينزل كأنه محبوس في دوامة. كل دور يعدي عليه الحيطان تبقى أضلم والنور يختفي حتة حتة. صوته بيتكسر من كتر الصريخ ورجليه بتترج وهو بيقع في حفرة سودة ملهاش آخر. وفجأة سمع نفس خطواته وراه بس بصوت أعمق. لف ورا بسرعة ملقاش حد، لكن في ظل بيقرب. ظله بقى بيتحرك لوحده وشكله تشوه. عينين حمرة ظهرت في الضلمة وصوت غريب همس باسمه: أحمد! جسمه اتجمد وحس إن رجليه مش شايلينه، كأن في حاجة بتسحبه لتحت. أحمد جري على سلائم العمارة وفضل ينزل، بس كل دور بيعديه بيحس إنه مش بيقرب للخروج، بالعكس السواد بيزيد والهوا بيقل وهدومه بتتشبع تراب وصوته بيخفت وسط العتمة، وكأن السلم ملوش نهاية وكأن العمارة حفرة للجحيم. كل ما أحمد ينزل دور يسمع همسات حوالينه، أصوات خفيفة بتقول اسمه: أحمد أحمد، وبعدها صرخات عالية جاية من تحت كأن في ناس بتتعذب. رجليه بتتهز ونفسه بيقل بس مفيش مفر، كأنه بيتسحب لتحت غصب عنه، والسلم بقى أغمق من الضلمة نفسها. أحمد حاول يوقف بس رجليه بتتزحلق كأن الأرض بتطرده. السلالم بقت طرية بتغرس فيها رجله، وكل ما يحاول يطلع لفوق السلم يرجعه تاني لتحت. بدأ يحس كأن العمارة بتبلعه، وكل خطوة بيخطيها صوته بيختفي والسواد بيقفل عليه أكتر. المراية بدأت تترج. أحمد قرب وهو بيترعش، لكن الصورة اللي فيها مش صورته، كانت جثة متعفنة لحد لابس نفس هدومه. قرب أكتر، لقى الجثة تفتح عينيها فجأة وبصت له وقالت بصوت خافت: لسه ما دخلتش، ده كان الباب بس